السلام عليكم خويا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صبارك مليح مع رمضان؟ والله الحمد لله في نعمة. الحمد لله. رانا دايرين مسابقة هذه فيها 3 أسئلة، جاوب عليهم في 3 تربح معنا هدية قيمة. إن شاء الله صحيح. بارك الله فيك. واجد بإذن الله. السؤال الأول يقول: من هو الصحابي الذي كان يلقب بالفاروق؟ الصحابي الذي كان يلقب بالفاروق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عنه. عمر بن الخطاب. نعم. نعم. والجواب صحيح، عمر بن الخطاب هو من كان يلقب بالفاروق. السؤال الثاني يقول: كم عدد الأشهر الحرم في الإسلام؟ كما تبين أنه عدد الأشهر الحرم هو 4: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وهو الذي يأتي في وسط السنة. نعم. نعم. أراك عندك معلومة. نعم. تأكد منها. نعم. جوابت هو صحيح. بقالك سؤال واحد وتفوز معنا بالهدية. السؤال الأخير يقول: كم مرة ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ ذكر خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم 4 مرات في القرآن. مرة في سورة آل عمران في الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي سورة الفتح، وفي سورة الفتح آل عمران، الفتح، كاين سورة وسورة محمد. والسورة الأخيرة هي سورة الأحزاب. نعم، في سورة الأحزاب. جواب تاعك كان جواب صحيح، مبروك عليك. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. وما شاء الله عندك معلومات في الدين، وربي يحفظك. شكرا. بارك الله فيكم. أحيي جريدة المشهد بكل تهاني الحارة، وأشكرهم على هذه الهدية القيمة المتواضعة. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم وصحة رمضانكم. صحيح. بارك الله فيكم وجزاكم الله ألف خير. كل عام وأنتم بخير. شكرا. صحيح. بارك الله.